رحت اسوان، كان ساعتها الكابتن محمد عامر اللي ماسك. رحت اختبار، كان في الاسماعيليه. اختبار الاولاني قال له اقعد، التاني قال له اقعد، انا من القاهره. ماشي. التالت قال له اقعد، فانا قاعد في وعمال يمشي ناس، اه. فانا قاعد مش فاهم برضه. فكان لي واحد صاحب برضه اسمه مصطفى عبد ربه، فبقول له يا مصطفى يعني انا مش فاهم. طب اساله. فقال له هو انا قلت له يمشي؟ خلاص ما يمشيش طالما انا قلت له يقعد، يبقى يستنى هو يقعد. مستمر معاه. فخلصنا من اسماعيليه، كان رايح القريه الاولمبيه، المركز الاولمبي، سوري اوكي، اسف. مركز اولمبي في المعادي. قال لي تعالى معانا. ما معيش لبس، انا مش عامل حسابي. اوكي. قال لي طب روح هات لبس وتعالى. بعد ما خلصنا قال لي تعالى معانا اسوان. وكل ده ما بعدين خلصش، انا مش فاهم حاجه. فقعدنا شويه حوالي شهر كده. فسالت كابتن، انا مش فاهم. انا فاكر اليوم ده كويس قوي على الشهر باب. ده بس انت بتتمرن. بس انا ما خلصتش، موضوع ما انت ما والدوري قرب. اتحسبش. فاهمني. انا فاكر اليوم ده والله، يعني على باب النادي بتاع اسوان. فبقول له يا كابتن انا دلوقتي انا قاعد فتره وانا مش عارف انا موجود ولا مش موجود يعني. عارف قال لي كلمه خلاني خلاص انا ما اتكلمش بعدها. ايه بقى؟ قال لي بص انا لو ما خلصتكش هنا هخلصك في النادي الاهلي. برضه كان عايز يوديك الاهلي برضه. يعني فاهمني. لو انت ما قعدتش في اسوان لو هم ما هوديك عرفوش الأهلي. يخلصوني عشان الماده، لان خد بالك هرجع اقول لك كانوا عايزين برضه في اسكو 100,000. برضه ماسكين في الرقم ده. ده بتكلم 100,000 دي سنه رقم 99 على واحد رقم بيلعب ممتاز بيه. فاهم، رقم كتير طبعا. فسكت خلاص، بقيت اتمرن وسكت. لحد ما هو خلصني تقريبا ب70,000. كابتن محمد عامر بنفسه هو اللي راح النادي وهو اللي خد الفلوس وهو اللي خلصني. فكانوا عاملين شرط جزائي 75,000. فرحت له. يا جدعان الارقام العاديه دي ايه الارقام العاديه بس كانت ارقام كبيره. عارف. فانا قلت له كان مقارنه باللي انا بقول لك انا قلت له شرط جزائي 75,000. ده بص بقى، انا قلت له يا كابتن ازاي انا محطوط لي 75,000 شرط كتير جدا كمان. والله. قلت له يا كابتن ده الناس اللي جايه من الدوري الممتاز اللي لعبت ممتاز محطوط لها 15,000 و30,000. ده بجد. انا الوحيد اللي محطوط لي. عارف قال لي ده انت ضحكت عليهم. قلت له ضحكت عليهم؟ قال لي والله انا لو انا مش هحط ده انا احط اكتر بكتير. والله هو كان شايف فيك بقى. قال لي 75,000 دي مش فلوس. مش فلوس ايه ده، انا اكتر واحد محطوط له وانا جاي من حته يعني ممتاز بيه وبتاع. قال لي ده انت ضحكت عليهم. فسبحان الله السنه اللي بعدها الزمالك جالي زمالك وجالي كذا فرقه. جالك اهلي؟ لا ما جاليش. جالكش اهلي؟ لا. فجه الزمالك دفع الشرط الجزائي ولا اشتراك برقم؟ دفع الشرط الجزائي وفوق 25,000 جنيه. الناس طمعت يعني، مش طمعت، الناس عايزه تستفاد يعني. فخدت 100,000 جنيه. 100,000 جنيه. يعني انت رحت الزمالك ب100,000 جنيه بس عايز اقول لك على حاجه، لما جالي الزمالك ما صدقتش حقيقه يعني. ليه بقى؟ يعني كبيره برضه، مفاجاه. خد بالك مفاجاه بالنسبه لي. بص مهما كان شخصيتي بعد موسم واحد في اسوان. مهما كان شخصيتي وان انا يعني يعني لعيب بحب برضه الاتفاقات او حاجه زي كده. بس ما كنتش متوقع ان يجي لي نادي كبير خالص. خالص. فسبحان الله يعني. رحت الزمالك لاني خد بالك ما كنتش، انا برضو جاي من ممتاز بيه، ما كنتش اعرف ان الممتاز يعني الناس متابعينه قوي. متابعين كل الفرق بكل لعيبته بكل حاجته. دي ما كانتش في دماغي. كانتش في دماغك خالص. فلما جالي الزمالك مش عايز اقول لك بقى يعني فرحه كبيره. طبعا الحقيقه. رحت قعدت مضيت مع مين ومضيت كام سنه ساعتها بص انا الاول اللي كلمني كابتن اسماعيل يوسف. اوكي طبعا. تمام. وبعديها الكابتن ابو رجيله. اوكي دول طبعا. اللي كانوا الاول معايا في البدايه، وان انا عرفت ان هم عايزيني في نادي الزمالك. واللي جه معايا اسوان خلص الموضوع الكابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه. تمام. فهم الثلاثه اللي كانوا في الموضوع يعني. حلو. قعدت بقى في الزمالك كام سنه؟ بلاش التوتال، العقد الاولاني كان كام سنه؟ 5 سنين. 5 سنين. ده كان عندك كام سنه لما رحت نادي الزمالك؟ 23 سنه او 24 سنه. فقعدت 5 سنين في نادي الزمالك. 5 سنين كان عندي 23 سنه. حلو. 5 سنين دول كانوا بطولات قد كده ما شاء الله وانجازات كبيره جدا، وكان جيل جامد قوي في نادي الزمالك طبعا. وعايز اقول لك 5 سنين انا ساعتها مضيت. بص يتقال لي باي مبلغ ما اتكلمتش يعني. انا مثلا اول سنه ب30,000 السنه كلها. تاني سنه 30,000، تالت سنه 30,000، الرابعه 60، الخامسه 60.
يا نهار ابيض. بس دي كانت برضو بس كده، كنت مبسوط. بس دي كانت ارقام قليله يعني، كانت اقل من الموجود. لا مش كانت اقل من الموجود يعني بالزبط. ممكن انا مثلا 30، كان ساعتها كان في مثلا 60 و80 حاجه زي كده. اعلى حاجه 80 تقريبا، 80 او 100 بالكتير، ده لو وصلت 100 ده يعني حازم امام مثلا. لا انا ما كنتش لا كان حازم ما كانش موجود ساعتها، كان في ده اول ما انت رحت، بس هو جالك بعد كده. جالي بعد من كده من اودونيزي، من جالي. وخد بالك لما جالي ما كانش يعرفني، واول ماتش كنت بلعبه مع حازم امام كان ماتش الاسماعيلي في الاسماعيليه، وسال عليا خالد غندور حتى، قال له مين ده لعيب كويس قوي والله. كابتن حازم امام سأل الكابتن خالد غندور قال له مين بعد الماتش؟ قال لي الماتش ده اللي الكابتن حازم جاب فيه جون جامد، جاب جون جامد قوي، اللي هو خلص 1-1. الكرة على 18 ورقص وراح حاططها في المقص دي. جون تاريخي الجون ده طبعا. فكان معانا جيل يعني، مش عايز اقول لك يعني في التدريبات حتى ما كنتش اتكلمتوا مع بعض. لا خد بالك انا كنت مع نفسي انطوائي يعني ولا ايه؟ لا مش انطوائي، بس بص انا لو ما حسيتش ان حد بيتكلم او فتح كلام خلاص في حالك يعني. في حالك حتى لما رحت النادي كنت بغير مثلا، عارف انت الاوضه مثلا بتبقى كده وفي حاجات ورا الدواليب كراسي، كنت انا ببقى ورا الحاجات والله بعد كده بقى انت كان معاك بشير التبعي، مدحت عبد الهادي صح؟ بشير ومدحت عبد الهادي واحمد صالح ومحمد عبد الواحد وعبد المنصف. محمد عبد الواحد جالنا بعدين. اوكي انت فاهمني. احمد صالح في السنه دي اللي انا رحت فيها كنت انا وعبد منصف وعبد حليم علي واحمد صالح وهيثم فاروق. دي الصفقات الجديده، دول 5 جداد. دول 5 جداد. كان في تعليق بقى على 2 من ال5، كانت انا وعبد حليم علي. مين دول؟ ما حدش كان يعرفكم. مين دول؟ وخد بالك عايز اقول لك على حاجه، احنا في الاول انا وعبد حليم ما كناش بنعرف نلعب. ازاي يعني؟ مش فاهم. عارف انت برضو الرهبه الاولانيه طبعا، الخضه دي. وبعدين خد بالك برضو يعني في حاجه ما كانتش حلوه. ان انت اما رحت ما حسيتش ان الناس بتلمك يعني، عارف انت اللي ايه، اللعيبه حتى ما احتواء يعني، اللعيبه ما بتتكلمش معاك. تحس ان انت غريب، انت مع نفسك، انت مش ما فيش. وده على طول بيحصل في نادي الزمالك يعني. انت ما كنت انت موجود في الزمالك ويجي صفقات جديده كنت برضه القصه بتحصل كده؟ لا بدات تختلف بقى خلاص. اختلفت. بدات تختلف يعني، فاهمني. فاحنا بدانا يعني، بما ان انا عارف الموضوع ده، كان اي حد جديد لا كنت انا يعني كانت المجموعه الجديده او كنا بنحتوي الدنيا ندخله معانا بسرعه. انا ما دخلتش انا وعبد الحليم بسرعه. يمكن احمد صالح وهيثم كانوا معروفين شويه، محمد عبد المنصف كانوا معروفين، فاصلا معروفين مع بعض، هم اصحاب بره النادي، فتاقلموا بسرعه. لكن انا وعبد الحليم ما تاقلمناش بسرعه، ما لقيناش. فتحس ان احنا حتى شغل التدريب مع نفسنا تمام. لو كل 2 مع بعض انت بتدور على حد عارف انت فاهم، انت عارف انت تبقى محرجه الحته دي. مش لاقي حد تحس ان احنا مش عارفين نلعب. ايوه. فكان بيتعلق علينا تعليق ان احنا مش مين دول، مش يعني منسجمين خالص، ومين دول وكورتنا كانت لسه وبتاع لحد ما جت فرصتنا بقى والحمد لله. كان مين اول مدرب انت معاه في نادي الزمالك؟ كابتن ابو رجيله. كابتن ابو رجيله كان هو مدير فني. بس عملتوا مشوار كبير قوي في نادي الزمالك في التوقيت ده، وبطولات قد كده افريقيه ومحليه وانجازات كتير اعتقد في ال5 سنين دول. او لا لله. قبل 5 سنين يعني، في 3 سنين منهم مثلا كنت مقصرين دي اللي هو من 2000 ل 2004، من 3-4 سنين صح؟ لا هو يعتبر ال5 سنين. 5 سنين الاولى في اول عقد ليك مع نادي الزمالك. طيب، لان اول سنه الحمد لله خدنا بطوله افريقيا الابطال. تعالى لي بقى في السخن بقى، احنا كده عمالين نسخن. السخن ايوه احنا كده سخنا. ايه بقى القصه بتاعت الاهلي عقدك بيخلص بقى، 5 سنين دول بيخلصوا مع نادي الزمالك، فالاهلي اتكلم مع وائل الاباني، ووائل الاباني راح وقع في النادي الاهلي، والقصه كانت هيصه في مصر. انا فاكر الموضوع ده كويس جدا، والكل بيتكلم وائل الاباني سايب الزمالك ورايح الاهلي انا عايز انا بحب قوي الكواليس دي. احكي لي بادق التفاصيل ايه اللي حصل في التوقيت ده، موضوع توقيعك للنادي الاهلي. هي كواليس بسيطه يا امين الله. بسيطه بس بالنسبه لكل المتابعين للكره في مصر، اهلاويه وزملكاويه، حتى بص مش اهلاويه وزملكاويه كانوا مهتمين قوي بالموضوع ده، كان حديث الساعه. كواليس مضيتي في الاهلي ورجوع للزمالك والقصه دي هي كواليس مختلفه شويه، وفعلا بقولها بامانه. هاتها لي من البدايه للنهايه. انا اقول لك من البدايه. انا جالي حد مرسال من النادي الاهلي. مرسال مين؟ قول لي مين اسماء، ما خلاص انت مش رايح الاهلي دلوقتي يعني. الاستاذ جمال جبر. استاذ جمال جبر كلمك
كلمني. قال لي اداره الاعلام في النادي الاهلي. طب ايه رايك تيجي النادي الاهلي؟ قلت له طيب ربنا يسهل وبتاع. طب مش عارف، كلمنا وسكت. بص يا امير، انا دايما موافقه مبدئيه يعني. انا اديته موافقه مبدئيه؟ لا، انا كلمت وسكت وقلت له طيب هشوف. ده اول مره نسمع الكواليس دي. يعني واول مره اسم الاستاذ جمال جبر. استاذ جمال جبر الشخصيات المحترمه جدا. جدا. فالمهم لما جالي، بص انا ما بحبش اخدع حد في ظهره يا امير الحقيقه بصراحه والله العظيم. حتى لو هيجي لي محترم جدا والله، لو هيجي لي والله يا جماعه من اكتر الشخصيات المحترمه اللي الواحد يتعامل معاها في الوسط ده بجد يعني. فانا ما بحبش يعني اطعن حد في ظهره، ودايما بعمل حساب للعشره. حلو تمام، حتى لو في فلوس زياده. ماشي والله العظيم جميل. انا عارف ان الناس لما بتسمع حاجات زي كده يقول لك يا عم اللي انت بتقوله ده كلام مش منطقي يعني. والله اسال حتى اللي كان موجود في الكواليس دي. ما في حرف بقوله ما حصلش الا لما يكون هو فعلا اللي حصل. فانا قمت عامل ايه؟ رحت النادي الزمالك بعد مكالمه استاذ جمال. رحت النادي الزمالك على طول. وكان ناقص قد ايه في عقدك ساعه المكالمه دي؟ كانت اخر سنه. في اخر سنه يعني مش يعني احنا كنا بنتكلم في بدايه السنه الاخيره. اوكي ماشي يلا. فقمت رايح لنادي الزمالك. قلت لهم يا جماعه، انا ما جبتش سيره بقى ان انا جاي لي عقد ولا حاجه، لان انا عارف انت مش اللي هو ايه بيزود. ايوه فاهم. انتوا هتجددوا معايا ولا مش هتجددوا معايا؟ يعني انا مصيري ايه؟ هو المفروض اصلا انا ما اسالش السؤال ده، بس انا سالت السؤال ده ليه؟ عشان انا جالي حاجه تانية، فمش عايز اخدع نادي الزمالك. فقالوا لي لا احنا هنجدد معاك. اوكي. طب اوكي، طيب عايزين بقى نقعد ونتفق وكده ومش عارف ايه. فماشي ظبطنا. الكلام ده كان موسم كام؟ 2003 2004. تمام اوكي. 2003 2004 اوكي.